مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا ميادة ودي قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة البصارة دي من الاكلات بقى المصرية القديمة، عبارة عندنا هنا في مصر اكلة شعبية. بس بصراحة يا جماعة طعمها حلو جدا. بس يا ريت قبل ما نبدأ نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. جبت هنا ربع كيلو من الفول المدشوش. بتجيبيه من عند العطار او بتجيبيه في كيس مغلف كده، تجيبي اي نوع انت بتستخدميه. نقعته هنا ساعتين وغسلته كويس قوي لعند ما كل المية البيضة اللي فيه نزلت. معايا هنا 2 من البصل الاخضر و5 فصوص من الثوم، ومعايا ربطة من الكزبرة وربطة من الشبت وطماطمايه. هنزل بكل ده كده على الفول. لو مفيش بصل اخضر نقدر نستغنى عنه. هو طبعا انا استغليت بس علشان ده موسمه، نحط بصلايه عاديه خالص. هبدأ انزل بقى بكل المقادير دي على الفول، وانزل عليهم ب3 كوبايات من الميه، واحطها بقى على النار تستوي تماما. تعالوا بقى وهي بتستوي نبدأ نعمل بقى باقي الوصفات بتاعتنا. هبدأ اعمل بقى الخلطة بتاعة البتنجان والطماطم المخللة. معايا هنا 10 فصوص من الثوم، ومعايا 3 حبات من الفلفل السبايسي، وحبة من الفلفل الأحمر الرومي. هنزل بكل ده كده في الكبة واضربهم كويس قوي مع بعض لعند ما يكونوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بقى عليهم بالتوابل. معايا كمون وكزبرة وبابريكا وملح، كل حاجة من دول معلقة صغيرة. جبت هنا 3 ليمونات عصرتهم وحطيتهم عليه، ومعلقة كبيرة من الخل. هقلب كل الخلطة دي كده مع بعض. مش قادرة اقول لكم ريحتها رهيبة. تعالوا بقى ايه نشوف البتنجان. جبت هنا بتنجان عروس، بيكون صغير كده يا جماعة. حاولوا ان انتوا ما تجيبوش الكبير قوي لانه بيبقى مبزر، والصغيرة بتكون رفيعة او مبقاش فيها لحم كده من جوه. اما الحجم ده كده كويس. هاخده بقى اسلقه. انا بحب ايه البتنجان ما بفتحوش بالسكينة علشان ما يسودش. انا بسلقه زي ما هو كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما بفتحوش خالص. معايا هنا بقى حلة، حطيت فيها معلقة من الملح ومعلقة من السكر. واول ما المية تبدأ تغلي هبدأ انزل بالبتنجان. هسيبه بقى يستوي يبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اعرف ازاي بقى ان هو استوى؟ امسك كده البتنجانة اضغط عليها بايدي كده، بصوا بقت طرية معايا. انا برضو في نفس الوقت انا مش عايزة اسيبه فترة طويلة علشان ما يبقاش طري قوي ويشرب مية كتير. تعالوا بقى خدنا بقى ربع كوباية من المية بتاعة البتنجان، وحطيتها في الصينية اللي انا هحط فيها البتنجان. وخدت معلقتين من الدقة حطيتهم، وعصرت ليمونة كمان، وظبطت بقى الملح بتاعها. بصوا البتنجان ابيض ازاي من جوه دوت، بسبب ان انا ما فتحتوش قبل ما اسلقه، لان لو كنت فتحته كان هيشرب ميه ويسود. هبدأ اخد بقى بالخلطة دي كده واحشي البتنجان. مهم جدا ان احنا نظبط الملح يا جماعة والليمون بتاع البتنجان عشان يطلع معانا مظبوط. هنا كده خلاص. حطيت طبعا عليهم فلفل، حمرت فلفل وحطيته عليه. بصوا بقى شكله ولا طعمه بقى وريحته بقى رهيب. رهيب يا جماعة، تقدري تحتفظي بيه لمدة اسبوع في التلاجة ولا يجراله اي حاجة. تاخدي منه وبعد كده تغطيه بستريتش او تحطيه في علبة وتسيبيه زي ما هو كده. جبنا هنا بقى طماطم. مسكت بقى الطماطمايه وقطعتها شرايح، بس ما نزلتش بالطماطمايه لتحت. وخدت بقى شوية من الدقة ونزلت عليهم بمعلقتين من البقدونس وشوية من الزيت. هبدأ هنا بقى احشي الطماطم بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. لو عايزين كمان مش شرط اللي انتوا الطماطمايه تكون مثلا كاملة، لا تقدري عادي تقطعيها شرايح مفيش مشكلة. بصوا بقى شكلها عامل ازاي رهيب وطعمها خطير. تعالوا بقى كده في الوقت دوت نشوف بقى الفول. بصوا هنا استوى معايا وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الحباية بقت بتتهري معايا جدا. بصوا استوى معايا كويس قوي. عندي هنا بقى شوية من النعناع. هبدأ انزل بيهم على البصارة. انا بحب احط النعناع في الاخر علشان تفضل ريحته كده زهرة.
وهغطي عليها بقى. تمام. واخدها بقى اضربها في الخلاط بعد ما تبرد، او تقدري تعمليها بالهاند بلندر. هنا كده خلاص خدت الخليط كله وضربته زي ما انتوا شايفينه كده، حطيته بقى على النار. هبدأ انزل بقى بكزبرة وكمون وملح وفلفل اسود وشطة، كل حاجة من دول معلقة صغيرة. اقلبهم بقى كويس او مع بعض. هنا بقى في الوقت دوت هبدأ بقى اعمل البصلة اللي هنحطها على وش البصارة، وهنحطها كمان جوه البصارة. جبت شوية من الزيت وشوحت فيها البصل. اول ما يبدأ يصفر كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ انزل هنا بفصين من الثوم ونص معلقة صغيرة من الكزبرة، واشوحهم كويس قوي مع البصل لعند ما يكون باللون ده. هبدأ بقى اشيل شوية بقى كده لوش البصارة، والباقي بقى هاخده بقى انزل بيه على البصارة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تحفة يا جماعة، مش قادرة اقول لكم الريحة كانت خطيرة والطعم رهيب. لو لقيتوا البصارة تقيلة معاكم ممكن عادي تزودوا لها شوية مية، مفيش مشكلة. هنا كده خلاص بقى اكلتنا النهارده بقت جاهزة. معانا البتنجان ومعانا الطماطم واللفت طبعا المخلل والزيتون، هنقدم معاها طبعا بطاطس. وهنا البصارة بقت جاهزة معانا. حطيت بقى طبقة فيه بصل والطبق التاني مفيهوش، عشان عندنا مجموعة بتحب البصل ومجموعة ما بتحبش البصل. وما ننساش طبعا الجرجير والبصل الاخضر. يا ريت بقى تكون وصفتنا النهارده عجبتكم ويكون الفيديو كان خفيف عليكم. بس يا ريت بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تشتركوا في قناتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن، واستنوني فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.